يترقب مسؤول النادي الأهلي اتخاذ قرار رسمي خلال الساعات القليلة المقبلة بشأن توقيع عقوبة انضباطية على اللاعب كامويش، وذلك على خلفية تصريحاته الأخيرة التي أثارت حالة من الجدل داخل أروقة القلعة الحمراء، بعدما انتقد خلالها الجهاز الفني وطريقة اللعب والخطط التكتيكية خلال تواجده في معسكر منتخب كاب فيردي الأخير. وتسود حالة من الاستياء داخل إدارة الأهلي نتيجة تلك التصريحات، في ظل تمسك النادي بفرض حالة من الالتزام والانضباط داخل الفريق، خاصة في هذه المرحلة الحاسمة من الموسم، التي تتطلب تركيزا كاملا من جميع العناصر. على صعيد آخر، يواصل الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي استعداداته المكثفة لمواجهته المرتقبة أمام سيراميكا كليوباترا، في إطار منافسات مجموعة التتويج بالدوري المصري الممتاز، حيث يسعى الجهاز الفني لتجهيز اللاعبين فنيا وبدنيا بأفضل صورة ممكنة لتحقيق بداية قوية في المرحلة الثانية من المسابقة. ومن المقرر أن تقام المباراة بين الأهلي وسيراميكا كليوباترا في تمام الساعة 8 مساء يوم الثلاثاء الموافق 7 من أبريل الجاري، ضمن منافسات الجولة الأولى من مرحلة التتويج بلقب الدوري، في مواجهة تحمل أهمية كبيرة لكلا الفريقين في سباق المنافسة على اللقب.